سياسية وفق الدستور الذي كان قائما. تم التعامل مع الثورة التونسية أو مع الحركة الثورية كأنها مجرد شهور بالرئاسة، وتم ترتيب الأوضاع حتى يتم تنظيم انتخابات رئاسية وفق الفصل 57 من الدستور. ثم إثر ذلك بدأ هذا النظام الذي لم يسبق إلى وضع استقطاب ثنائي مصطنع بين ما يسمى بالحركة الدينية وبين من هم ضد الحركة الدينية أو التوجه ما يسمى بالتوجه الحدثي. اذكروا ما حصل في منوبة حينما تم اغتيال راهب من بولونيا وتم توجيه أصابع الاتهام مباشرة إلى بعض العناصر المتطرفة، ومنذ ذلك الحين بدأ تنظيم كل الأوضاع بناء على هذا الاستقطاب المصطنع، لأن البعض ما زال يهزهم الحنين إلى مطلع سنوات التسعين. ثم أثر ذلك ولولا القصبة التي تمثل بالفعل الحركة الثورية الحقيقية في تونس لإسقاط النظام، حينما تم رفع شعار إسقاط النظام في تلك الفترة لم يجد النظام بدا من القطع مع الدستور، ولكن في نفس المسار قطع مع الدستور. وتم في 3 مارس الإعلان عن انتخاب مجلس وطني تأسيسي كان مقررا انتخاب أعضائه يوم 24 من جويلية الماضي، وتم إحداث الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة. وفي تلك الفترة الأحزاب والقوى التي كانت خارج المنظومة صارت جزءا من المنظومة التي تم الإبقاء عليها. كانت يمكن أن تكون سلطة مضادة بالفعل، ولكنها حينما تحولت إلى جزء من هذه المنظومة السياسية استماتت في الدفاع عنها. وتم وضع القانون الانتخابي لأعضاء المجلس الوطني التأسيسي بناء على هذا التصور الذي بدأت بوادره منذ الأيام الأولى التي تلت 14 من شهر جانفي. هذا القانون الانتخابي الذي يبدو بالواقع مسألة فنية خالصة، ولكن سوف يكون له الأثر الكبير على هذه الانتخابات التي سيتم تنظيمها. تم في إطار محاصة وفي إطار تجاذبات داخل الهيئة المذكورة، علما وأن نفس هذا القانون تقريبا تمت محاولة تبريره في مصر، ولولا المحكمة الدستورية في مصر التي رفضت أن يكون الاقتراع على القائمات في كل الدوائر الانتخابية لتم تبريره بنفس الشكل وبنفس الصيغة تقريبا. وهذا دليل على تدخل عديد القوى الأجنبية في تحديد العملية الانتخابية وفي تحديد تركيبة هذا المجلس النيابي الذي سيتم انتخابه. ماذا حصل؟ وكلكم تعرفون ذلك، ولكن الذي حصل هو أنه تم الاختيار على طريقة الاقتراع على القائمات، وهذه الطريقة هي التي أدت إلى سيطرة شبه كاملة من الأحزاب السياسية على المشهد السياسي. طريقة فيها الكثير من التعسف، فيها الكثير من السطو على الإرادة الشعبية في نهاية المطاف، لأن الأحزاب السياسية وحدها هي التي تمكنت من تقديم قوائم في كافة الدوائر الانتخابية. هذه الأحزاب لها الحق في أن تكون موجودة في أي موعد انتخابي، ولكن ليس من حقها أن تكون هي المسيطرة الوحيد، الجانب الوحيد الذي يسيطر على المشهد السياسي. اقتراعا على القائمات، ولاحظتم هذا الانفلات الانتخابي الذي حصل عند تقديم الترشحات وعند بمناسبة هذه الحملة الانتخابية، والمال السياسي الذي تم وضعه لتمكين عدد من القائمات من السيطرة بكل الوسائل على هذه العملية الانتخابية. حصل أن الأحزاب وحدها هي التي تحركت، وهذه الأحزاب وهذه القائمات هي التي سوف تفوز بالعدد الأكبر من المقاعد. هل هي التي قامت بالثورة؟ هل هي التي احتضنت الثورة؟ وربما ناظر البعض ولا ينكر ذلك إلا جاحد، ولكن
الثورة لم تكن تحت عباءة أي حزب، ولم تأتي بقيادة أي حزب. ولو كان الشعب التونسي في حاجة إلى قيادة لكان أفرز قيادة منذ الأيام الأولى للثورة منذ شهر ديسمبر، ولكن هي ثورة بكل المقاييس قطعت مع الثورات السابقة. والمشروع الذي طرحه الشعب التونسي مشروع واضح، كان على القوى السياسية أن تنخرط في هذا المشروع، لا أن تأتي الأحزاب أو بعض الحركات لتطرح مشاريعها على الشعب التونسي. العكس هو الذي يجب أن يقع. الشعب مشروعه واضح، تطلعاته واضحة، مطالبه أنقى وأرفع من مطالب هذه الأحزاب والحركات السياسية. كان عليها أن تبدأ بالتطلع على الأقل لتحقيق تطلعات الشعب وليس العكس. المهم أن الوضع الحالي هو سيطرة شبه كاملة للأحزاب السياسية في نطاق هذا الاستقطاب المصطنع الذي تم إسقاطا على المجتمع. المجتمع التونسي لا يعيش في ظل هذا الاستقطاب، ولكنه استقطاب وضعته السلطة القائمة، وشاركت أيضا في وضعه عديد الحركات الأخرى، فكأن الأمر يتعلق دائما بمن هو إسلامي ومن هو غير إسلامي. المشكل ليس هذا إطلاقا. كان من المفروض أن يمكن الشعب من التعبير عن إرادته بواسطة انتخابات حرة تقطع نهائيا مع الانتخابات التي عرفتها تونس منذ سنة 56. طالبنا في الكثير من المناسبات في هذا الإطار وفي غير هذا الإطار بأن يتم وضع طريقة أخرى بالانتخابات تقطع نهائيا مع الاقتراع على القائمات، أن يكون الاقتراع على الأفراد في دورتين اثنتين، وأن لا تتجاوز الدائرة الانتخابية حدود معتمدية. عن كل معتمدية ينتخب مترشح بقطع النظر عن الكثافة السكانية، لأن الكثافة السكانية التي تعتمد لتحديد العدد الجملي للمقاعد تؤدي إلى تهميش الجهات المهمشة أصلا. كان من المفروض تصور نظام مختلف يختلف تماما عن هذا النظام الذي وقع على أساس محاصات حزبية وعلى أساس هذا الاستقطاب الثنائي المصطنع. ولكن للأسف الشديد الأحزاب التي كانت داخل الهيئة العليا رفضت هذا المقترح، بالرغم من الدعوات التي تمت منذ شهر مارس الماضي إلى تنظيم استفتاء شعبي حول طريقة الاقتراع حتى يختار الشعب التونسي الطريقة التي يود بها اختيار نوابه في هذه الهيئة النيابية. رفض ووصاية من قبل عديد الأطراف بما في ذلك عديد الأحزاب السياسية، لأن طريقة الاقتراع على الأفراد في رأيهم ستؤدي إلى إبعادهم وإلى إقصائهم، ولأنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى التعبير الحقيقي عن إرادة الشعب. تم الرفض وتم الإبقاء على هذه الطريقة بالرغم من تعديلها وإدخال طريقة التمثيل النسبي مع اعتماد أكبر البواقي. ولكن ماذا حصل؟ حصل أن هذه الطريقة أدت إلى الاختيار على رؤساء القائمات. ولاحظوا اليوم ما يحصل أن رئيس القائمة هو وحده الذي له الحظوظ الكبرى في الفوز بالمقعد، أما بقية المترشحين والمترشحات فأكثرهم مترشحين سوريين ومترشحات سوريات ليس لهم أي حظ في الفوز ولا حظ في عدد من الدوائر الانتخابية حتى النساء. وقيل المترشحات والتناصف والتناوب سيؤدي إلى تمكين المرأة من الحضور. بعض الوجوه غائبة حتى عن القائمات الانتخابية، فكأن الاقتراع على القائمات تحول إلى اقتراع على الأفراد ولكن في نطاق القائمة. الترشح لا يمكن أن يكون إلا في ظل قائمة، أما التصويت فسوف يقع على رئيس القائمة، وهذا الذي حصل. وتلاحظون كيف تم الانحراف حتى بالطريقة التي قيل إنه تم اعتمادها.
معنى ذلك أن الأحزاب وحدها هي التي سيطرت، أما بقية المستقلين فحظوظهم ضئيلة جدا بالمقارنة مع الآلات الانتخابية الشرسة للأحزاب السياسية، ولن يكون لهم إلا حظ ضئيل في أن يكونوا ممثلين داخل هذه الهيئة التأسيسية. ثم لاحظوا أيضا هذا الارتباك الواضح اليوم في المشهد السياسي. هناك عزوف واضح عن المشاركة في العملية الانتخابية، وهذا العزوف بدأت ملامحه في الظهور منذ الأيام الأولى للترسيم في القائمات الانتخابية. فخلال 12 يوما بعد فتح آجال الترسيم لم يرسم، وكلكم تذكرون ذلك، سوى 300,000 ناخب من بين 7,800,000 ناخب، وهذا دليل على الرفض، دليل ومن المفارقات أن حركة ثورية موجودة قائمة في تونس والجزء الأكبر من الشعب يرفض المشاركة في العملية الانتخابية. لماذا لم يتساءلوا على الأقل عن الأسباب التي أدت إلى مثل هذا العزوف وإلى مثل هذه المقاطعة؟ 300,000 ناخب من بين أكثر من 7 ملايين ناخب. هذا دليل على الرفض، دليل على أن المسار الانتخابي الذي تمت وضع قواعده ليس المسار المطلوب من قبل الشعب التونسي. بعد ذلك قاموا بجهود كبيرة لتقسيم الناخبين بالشوارع، بالمقاهي، بالمهرجانات، بالبهو، المستشفيات والمطارات. ثم هل أن هؤلاء الذين تم تقسيمهم سوف يتوجهون إلى صناديق الاقتراع؟ صندوق الاقتراع ليس هو الهدف. هناك ما قبل الصندوق، وهناك ما حول الصندوق، وهناك الأثر الذي سيترتب على النتائج التي سيبرزها الصندوق. أما إذا كانت الشروط الدنيا لم تتوفر قبل المرور إلى صندوق الاقتراع، فإن صندوق الاقتراع لا يعني بالضرورة التعبير عن الإرادة الشعبية. الاقتراع يمكن فقط أن يكون أداة لإضفاء مشروعية وهمية، مشروعية شكلية على مجلس نيابي لن تكون له تمثيلية حقيقية. وحتى هذه الأرقام التي تم الإعلان عنها يوم أمس حول وجود 3 ملايين أو أكثر من 3 ملايين داخل مسجل، هذه تدل أيضا على إفلاس هذا المسار الانتخابي. 3 ملايين ربما أقل من النصف أو أكثر من النصف بقليل، ودليل على رفض هذا المسار الانتخابي. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، الأحزاب السياسية اليوم أو عدد منها على الأقل يتعامل مع هذه الانتخابات لا على أساس القطع مع النظام، لا على أساس أنها انتخابات تأسيسية ستؤسس لمشروع جديد، علما وأن البعض منها قد انخرط في البداية في إعداد الانتخابات الرئاسية يوم 15 من شهر شهر. تتعامل معها لا على أساس أنها انتخابات رئاسية تأسيسية، ولكن على أنها انتخابات رئاسية غير معلنة. إعادة التأسيس لا تعنيها كثيرا، وضع دستور جديد يقضي نهائيا لا تعنيها كثيرا، قصر باربو في نهاية المطاف لا يعني هذه الأحزاب كثيرا. قصر قرطاج هو الذي هو في المقام الأول، ومن كان يتحفز للوصول إلى قصر قرطاج وهدفه هو القصر الرئاسي، فأن عملية التأسيس وعملية القطع لا تعنيه الكثير. نحن نطالب فقط، ومرة أخرى لسنا دعاة فوضى ولا دعاة عنف، نطالب فقط بأن نقطع نهائيا مع الاستبداد، بأن نقطع مع هذا التصور البائد للسلطة، بأن نقطع مع الاستبداد ومع الإذلال ومع التهميش. لم نطلب أكثر من هذا. لم نطلب أيضا أكثر من قانون انتخابي يحقق تطلعات الشعب التونسي. نرفض قانونا انتخابي يؤدي إلى مثل هذه المحاصات، يؤدي إلى مثل هذه التجاذبات، والشعب التونسي في جملته براء من كل ذلك. اليوم الدعاية الانتخابية تتواصل، ولكن في بعض الحالات حتى مجرد عقد اجتماعات لم يحصل
في كثير من المناسبات تتوجه الأحزاب والقائمات إلى قاعات الاجتماعات، ثم بعد حوالي 15 دقيقة ترفع لافتاتها وتعود من حيث أتت، لأنه لا وجود لأي شخص على الإطلاق حاضر في هذه الاجتماعات. أليس في هذا دليلا على الرفض؟ أليس في هذا دليلا على أن المسار الانتخابي مسار خاطئ؟ الانتخابات مرة أخرى ليست هي الهدف بأي شكل. يجب أن يكون القانون الانتخابي بالفعل أداة تمكن صاحب السيادة من أن يعبر عن إرادته تعبيرا صادقا، ولا يمكن أن تتحقق سيادة الشعب ما لم تفرز الانتخابات قيادة شعبية هي الكفيلة وحدها بأن تتصدى لكل المؤامرات القادمة من الخارج ولكل المؤامرات التي يمكن أن تحاق. حينما تكون هناك سلطة نابعة عن الإرادة الشعبية يمكن أن تواجه بها العالم كله. لماذا أنتم في أوروبا سلطتكم تعبر عن إرادة شعوبكم؟ لماذا نحن لا تعبر السلطة القائمة عن إرادة الشعب؟ بهذه السلطة الوطنية النابعة من الإرادة الشعبية يمكن فقط أن تواجه كل العالم. أما إذا كانت السلطة تستمد وجودها من صناديق اقتراع وهمية أو من دعم خارجي فلن تكون أبدا وطنية. للأسف الشديد مرة أخرى كثيرون هم الذين يتعاملون مع هذه الانتخابات كأنها انتخابات من القرن الماضي أو كأنها الانتخابات السابقة. أقولها دائما، هناك من يريد أن يركب القطار ولكن بطاقة الركوب أو بطاقة السفر لم تعد صالحة اليوم. وشكرا لكم.